السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نخدموا صابلي شوكولا ولكن بذوق مختلف. راح نخرجوا عن الكراميل نوازيت والكريمات الاخرى اللي موالفين بها. راح نديروا حشوه بنينه رائعه عباره عن ذوق نتاع البيستاش والفراوله. كما نعرفوا البيستاش والفراوله يعطوا بنه شابه مع بعضياتهم. هذيك اختاريتهم لكم وراح نديروهم اليوم في هذا الصابلي. هذا الصابلي هذا بالذات هذا سجليه للعيد باسكو عنده واحد البنه مختلفه تماما على الوصفات اللي خدمناهم من قبل. بنته شابه بنين. تابعي معي الوصفه من الاول للاخير ونبداو على بركه الله بالمقادير. ما تنسوش البنات ديروا لي جيم لا فيديو ونبداو بسم الله. اول حاجه نوجدوها البنات قبل ما نبداو كاع الوصفه هو التزيين راح يكون بهذا السيليكون. شوفوا هذا السيليكون جا غير صغيور، الحبه تاعه شوفوا غير صغيره. هذا اللي راح نزينوا به الكاطو تاعنا. راح نخدموا بالشوكولا نتاع لا سافور بذوق البيستاش. هاد الشوكولا الطريقه اللي راح تذوبوا بها قطعوها صغير باش ما تغبنكوش باسكو هي تجي ثقيله. قطعوها صغير وحطوها تذوب في حمام مائي. بعدا زيدوا عليها كي تبدا تذوب زيدي عليها مغرف تاع زيت وبدي خلطي عاونيها هكا خلطي دوك تذوب لك بكل سهوله. كي تذوب لك زيدي لها تاني مغرف تاع الزيت باسكو ديري فيها زوج مغارف تاع الزيت. وراح نحشي الورود نتاوعي راح نحشيهم بالكرانشي بذوق الفراوله. كما قلت لكم اليوم راح يكون بيستاش مع فراوله. هاد الكرانشيه البنات تاع الفراوله يجي بنه تاعه روعه 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 شباب بزاف خير من الذوق تاع البيستاش. انا عجبني على الذوق تاع البيستاش. الكرانشي فراوله هو اللي راح نحشو به هاد الورود. الكرانشي هو شاه عباره عن شوكولا طاغتيني بذوق الفراوله معاها حبيبات من الكوفريت. هاد الكرانشي يجي يتقرمش بالكوفريت. وهنا نجيبو بانسو صغير، خدموا بانسو يكون صغير باش يساعدكم. هنا عمرته بطبقه رقيقه كما راكم تشوفوا. دروك نديه المجمد نعاود نرجعه مور ما يجمد ونزيده الطبقه الثانيه. نزيد دروك الطبقه الثانيه. على قلت لكم خدموا بالبانسو صغير هكا باش يعاونكم في الخدمه وما تجيكمش الطبقه تاع الشوكولا غليظه. هنا غير تجمد عندنا الطبقه الثانيه نجيبوا الكرانشي ونحشوها. هنا قبل ما ننسى الكرانشي يتباع بالميزان 100 غرام 27000 27000. بالنسبه للمكونات نتاع الصابلي هنا بديت لكم بالتزيين باش هكا ديروا حسابكم توجدوه بكري قبل ما تبداو في الصابلي. عندي 125 غرام نتاع صابلي تكون بحال الغرفه، حبه بيض كامله زائد صفار بيضه، زوج مغارف كبار معمرين نتاع سكر كلاص مع زوج مغارف كبار معمرين نتاع مايزينا، مغرف كبيره نتاع كاكاو البني. اختاروا الكاكاو لازم يكون بنه تاع الشابه، هذاك اللي ريحته تجي شابه، هذاك هو اللي يجي شباب في لي صابلي. عندي هنا مغرف صغيره نتاع لافاني، قرصه تاع الملح مع نص مغرف صغيره نتاع خميره حلويات ونلمو بالفرينه. نخلط هنا سكر كلاص مع زبده حتى نتحصلوا على كريمه. نزيدو دروك البيض مع قرصه تاع الملح، مغرف صغيره نتاع لافاني ونخلط.
فوالا هنا بعد ما خلطنا البيض تاعنا مليح، شوفوا خلطوا البيض غايه حتى نتحصلوا على هذه الكريمه. دروك نزيد المغرف تاع الكاكاو ونزيد معاها المايزينا ونخلطوهم مليح تنتحصلوا على كريمه. بعدين نزيد الفرينه بالتدريج ونصف المغرف تاع الخميره. بعد ما جمعنا العجينه تاعنا، شوفوا البنات تخلوها طريه، نحطوا الفرينه بالتدريج بالمغرف حتى نتحصلوا على عجينه طريه. دروك راح نحلها بالحلال ونطبخها. هنا نكمل الكاطو تاعي نديها طيب ومن بعد نعاود نولي معكم مع الكريمه اللي راح نخدموها. هنا نخلو الصابلي تاعنا تبرد ونروحو نخدمو الكريمه عندي هنا 150 غرام من زبده الاوبلين. زبده الاوبلين هي خاصه بالكريمه، تلقاوها عند محلات خاصه بلوازم الحلويات. راني خدمت بها مره اللي فاتت في الكاطو نتاع الليم وسقسيتوني عليها بزاف. هذه الزبده تاع الاوبلين تلقاوها عند المحلات الخاصه بلوازم الحلويات، وكاين بعض السوبيرات راهم يجيبوها مليحه للكريمه باسكو ما فيها ني ذوق، ما تجيش فيها بنه تاع الزبده في الكريمه تاعكم. عندي 150 غرام تاع الزبده تاع الاوبلين، ما عندكش شي متوفره ديري اي زبده ماشي مشكل. عندي هنا 70 غرام من بودره الشانتيي، 50 غرام سكر كلاص، مع 100 غرام براليني نتاع البيستاش. هذا اول حاجه نخلطوا الزبده حتى نتحصلوا على كريمه. فوالا دروك نزيدو السكر كلاص مع بودرة الشانتيي. دروك نزيدو البراليني نتاع البيستاش. شوفوا البنات الكريمه هنا لازم تخلطوها مليح، تخلطوها غايه حتى تولي خفيفه، ماشي غير تشوفوها ولات لكم كريمه صاي تحبسوا تخلط. لازم تخلطوا غايه. انا من الساعه راني انا سرحت لكم الفيديو مي راني من الساعه راني نخلط حتى تحصلي على كريمه خفيفه كيما راكي تشوفي فيها. شوف دروك في الاخير هنا راح نزيدو ذوق البيستاش. راح ندير هنا مغرف صغيره ما نكتروش. فوالا الكريمه راها واجده. بعد ما بردت الصابلي دروك نجمو نحشوها. عندي هنا كريمه الزبده بذوق البيستاش درتها في بوج طاب وزدت معاها معجون الفراوله. درت هذا الفوغاج هذا، تنجمو تبدلو هذا الفوغاج ديرو السوبر كريم نتاع الفراوله تاني يجي. البنات بعد ما نعمروا الصابلي تاعنا نحشوها ضروري نحطوها في المجمد حتى تجمد لنا الكريمه باش نديروا لها لاصاج. دوبت هنا شوكولا بالحليب، راح نزيد لها مغرف كبيره نتاع الزيت. 200 غرام تاع شوكولا نزيدوا لها مغرف كبيره نخفوها. هنا الكاطو تاعنا الكريمه راها جامده غادي نقلاصوها بكل سهوله. بعد ما نشفت لنا الشوكولا دروك نزينوها. جبت هنا الورود اللي خدمناهم بالشوكولا بذوق البيستاش وراح نزين بهذا الشوكولا اللي تباع بالميزان.
اول حاجه راح نديرو خطوط من الشوكولا، شوكولا بدون اي اضافات. قبل ما ينشف هنا زيكزاك نحطو هاد الورود باش يسقونا في ساعه. راح ندير لها شويه نتاع الشوكولا من الوسط ونعمرها بهاد الشوكولا تاع الميزان. هذا هو الشكل النهائي البنات نتاع الكاطو تاعنا، ان شاء الله يعجبكم. شوفوا الشكل تاعه جا رائع، نتمنى يعجبكم، نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتطبقوها. بالنسبه للكميه تحصلنا على 18 حبه نتاع الصابلي، 18 حبه. راح نقسم لكم هنا حبه تشوفوها من الداخل. وصلنا لاخر الفيديو البنات، ما بقى لي نقولكم الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم برعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.